السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على كل متابعين. حسب بقى الصباح اول مساء الا النهارده بقى يا جماعه جايين لنا محل الاستاذ محمد الله. ده محل فاتح حواوشي وفاتح كفته. صورنا معاه هنا قبل كده، وطبعا شفتوا الفيديو اللي صورته معاكم هنا قبل كده. ما شاء الله الاستاذ محمد كان فاتح هنا محل صغير، يا دوبك كان معاه فرن وشغال ما شاء الله. بعد كده ما شاء الله المحل اتطور وكبر علشان عنده ذمة وعنده ضمير، وكمان الشغل بتاعه ما شاء الله في منتهى النظافة. وكمان يا جماعة الحواوشي بتاعه مخدوم كويس جدا جدا، واهم حاجة عنده في الشغل بتاعه الاخلاص. عشان كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله المحل بتاعه كبر جدا وتوسع وبالزيادة دايما يا رب وبالتوفيق. وكل طبعا اللي اخد من الحواوشي بتاعه شكر فيه. وما شاء الله بعد ما كان عنده فرن واحد بقى عنده ما شاء الله 3 فران. وكمان يا جماعه توسع وبقى عنده كمان بيعمل كفته وكمان بيعمل مشاوي لكل اللي حابب وكل اللي عايز. النهارده بقى ان شاء الله لنا كده لقاء مع الاستاذ محمد عشان نشوف ايه التطورات اللي جدت معانا في المحل بتاعه. يلا بينا كده بقى يا جماعه نسمي الله ونشوف مع بعض الاستاذ محمد. هنا بقى يا جماعه مكان المحل اهوت جنبنا يا جماعه جمعيه الشبان، جنب مدرسه الاعدادي. يعني طبعا كده تخش من عند مدرسه الاعدادي كده من ورا وهتلاقي المحل قدامك على طول، مطعم وحوش الشيخ. ده اسم المحل يا جماعه. شايفين ما شاء الله. نخش مع بعض بقى النهارده المحل ونشوف التطورات ما شاء الله يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده كم فرن هنا شغال، والشباب ما شاء الله معانا هنا شغالين اهوت وشغالين بضمير. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ما شاء الله يا جماعه. شايفين قبل كده على السول. السلام عليكم، منورين. ربنا كده يا رب يجعلها فتح خير عليكم ويجعله كده ادم السعد، ويا رب كده دايما في تطور. شايفين يا جماعه ما شاء الله. وانا برضو الحواوشي على الفحم. حواوشي الله ينور. شايفين يا جماعه يا عم حماد. وانا برضو الكفته اهيت على السيخ ما شاء الله. اتفضل. انا طالب من زمان ما بحبش. عايز كلام حواوشي على الفحم. هنطلع هنا بقى الاستاذ محمد. ازيك يا استاذ محمد؟ عامل اخبار؟ الف الف مبروك افتتاح وتطور المحل الجديد. عاوده طيبه والله. طبعا المره اللي فاتت احنا جينا هنا يا جماعه نصور والمحل كان يا دوبك لسه صغير. دلوقتي بقى ما شاء الله المحل اتطور. ده بقى عشان ايه؟ طبعا عشان خدمه الحواوشي طبعا مخدوم كويس جدا، والناس طبعا عشان بتشكر فيه ما شاء الله. يعني نظافه. الله يبارك لك الله يبارك. اول حاجه احنا بنقدم حواوشي، بنقدم عيش حواوشي رده طبعا. فالعيش اللي معانا ده عيش رده حواوشي دلوقتي زي ما انت شايفه كده. ده يا جماعه عندي سيخ الكفته ده 110 جرام زي ما انت شايفه كده. ده على الفحم ب 40 جنيه. ده على الفحم ب 40 جنيه. السيخ ب 40 جنيه. بيطلع معايا زي ما انت شايفه كده طبق سلطه ناعم، طبق سلطه خشن، وطبق مخلل. زي ما انت شايفه كده. ايوه تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. معاك بس كله على اذنك. هنا على الشوايه هنا برضك معاه حواوشي على الفحم، معاه حواوشي هنا على الفحم، معاه حواوشي فرن. حواوشي الفرن هنا ب 15، حواوشي الفحم هنا ب 20. ده ب 20 جنيه يا جماعه عشان على الفحم. كل حاجه هنا مجمده، مش هشتغل شغل واقول لك عليه شغل اللي هو بلدي. الرغيف عندك اهو. ده الحوشه ب 15. ده لسه اول يوم النهارده المخابز فاتحه عيش رده. المخابز كان قبل كده قافله 6 ايام بتوع رمضان بتوع العيد. فانا النهارده اول يوم عندي شغل رده النهارده ما شاء الله. طبعا اصلا اي حواوشي بيبقى حلو بالعيش الرده. دي الكفته بتاعتنا لحمه برازيلي مجمده درجه اولى بفضل الله عز وجل. ايه يا جماعه لحمه برازيلي مجمده. دي لحمه برازيلي مجمده درجه اولى بفضل الله عز وجل. ما شاء الله. هي دي اللحمه بتاعتنا. هو ده الشغل بتاعنا. واللحمه ما شاء الله مخدومه كويس. الريحه بتاعت اللحمه ظاهره زي ما انت شايفه كده يعني. فعلا. لا ما شاء الله ريحتها جميله.
وباذن الله في تطور احسن من كده وفي حاجه احسن من كده. احنا بنحاول نقدم للناس اعلى منتج بارخص سعر. بنحاول نقدم للناس اعلى منتج بارخص سعر. مش عايزين حاجه من حد، احنا بس بنقدم منتج محترم، حاجه محترمه الناس تشكرنا عليه. اكتر من كده ما احناش عايزين بفضل الله. وهي زي ما انت شايفه هي جايه بالصدفه بفضل الله. لما كنا هنا على الفرن على الارض باذن الله هي جت من عند ربنا، لا بتيجي بمجهود حد ولا تعب، هي جايه بفضل الله عز وجل. فعلا الرزق ده طبعا من عند ربنا. نور حبايبي اتفضل كل حوش يا جماعه ما شاء الله. كنت عمار الشغل زي ما انت قدامك شايفه. اه وعندي برضو بسوي بسمين. الناس اللي بتقول السمين غلط، لا السمين هو فيه فايده كبيره يا جدعان. السمين احسن فيه فايده من الزيت. الزيت ده زيت مدور، زيت اللي هم الناس بيمشوا على الطريق بيقولوا زيت تدوير. وغير كده كمان الزيت هينشف. السمين اللي عندي بينزل من العجل اول ما بيذبحه بينزلوا البيت الكيلو. انا بشتغل بيت كيلو سمين في قلب الفرن. يعني مش اي سمين بيشتغل بيه. لا سمين معين برضه، مش اي سمين. شغلنا معروف وحاجتنا معروفه. واللي عايز لحمه بلدي بفضل الله بقطع له من عند الجزار واجيب له واعمل له اللي هو عايزه. يعني تبع ما الزبون عايز لحد ما نجيب قسم الجزاره في قلب المحل ونشتغل باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا كده يجعلكم في تطور دايما. كل شيء متاح بفضل الله. النهارده نزلنا يا جدعان الاسمر بفضل الله عشان المخابز لسه فاتحه، كانت مريحه 6 ايام في العيد. الناس اللي كانت جايه خد عيش ابيض ده كان اضطراري، لازم انا ادخل شغلي كله فريش بفضل الله عز وجل. ما بحبش اركن حاجات في الفلترات واضحك عليكم واقول لكم عيش اسمر. الشغل لما بيتركن في الفلترات بيبقى مشكله. ما شاء الله فعلا. مشكله، بيعمل في العيش واللحمه في الفريزر مشكله. لازم الشغل اللي بتاعي يخلص يوم بيومه. وكمان بيتهيألي العيش لما بيقعد في الفريزر بيتفتول بعد كده. بيفتول، وغير كده برضه بيعمل مشكله زي ما قلت لك. لازم الشغل بينزل فريش فعلا. اريح دماغي واريح الزبون معايا. واول حاجه احنا اللي عندنا كان عندنا عرض 3 كفته 3 حوشي ب 160 جنيه. وعندنا اما صلى على النبي 1 كفته و1 حوشي ب 50 جنيه. العرض ده شغال من النهارده عشان خاطر جدا الصحه ناس. يعني معلش برضه كده نقول العرض تاني. العرض 3 كفته 3 كفته و3 حوشي ب 160 جنيه. معاهم المخلل والطحينه وطبق السلطه الناعم وطبق السلطه الخشن. والدليفري مجانا عشان كانت الناس زعلانه من الدليفري. فانت عندك الشغل كله قدام ب 160 جنيه. 3 كفته 3 حواشي عيش رده باذن الله رجع النهارده. الشغل يا جماعه قدامكم زي ما انت شايفه حضرتك. والحواوشي ب 10 رده. وعندي وعندي عرض برضه بواحد كفته وواحد حوشي ب 50 جنيه. كل ده شغال لمده اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. وتحت امر اي حد، واحنا مش عايزين حاجه من حد بصراحه. احنا بس عايزين كرم ربنا علينا وربنا يوفقنا في مصلحتنا. لان انا معايا هنا شباب وبرضك معايا شريك. انا مش شاري ليله لوحدي عشان تبقى الناس فاهمه. انا معايا شريك هنا في قلب المطعم هو اللي داير معايا الليل. ربنا يهديه بس ويجي بالامور وتبقى الامور تمام ان شاء الله. امين يا رب. امين يا رب. فاللي انتوا عايزينه تحت امركم. الشغل قدامكم على الشوايه ما فيهوش اي مشكله. في هنا الفران وفي الفحم. الحواوشي على الفحم ب 20 وفي الفرن ب 15. يا جماعه زي ما قلنا على الفحم ب 20 والفرن ب 15. وزي ما لكم كده لازم نسبه الدهون في الحواوشي. يعني فعلا لو عامل بزيت الزيت هيخليه ينشف معاكم. على فكره الزيت اوفر ليا يا استاذ. الزيت اوفر ليا واحسن. بس انا بحب اجيب السمين ليه؟ هو اغلى بس انا بحب اجيب السمين بيدي تيست عالي وبيدي طعم احسن ومفيد. يعني الناس اللي بتقول السمين ده بيعمل في بقها شويه، الريم الشويه اللي في البق دول هي حلاوه الاكل اصلا. فعلا الريم الشويه هم حلاوه الاكل. ايوه. الاكل من غير سمين ما يبقاش اكل اصلا. كل حاجه لازم يكون فيها سمين زي ما انت عارفه. انت برضو فاهمه في الاكل وفاهمه كل حاجه. طبعا انا عندي برضو بالنسبه لي بعمل حواوشي لازم احط معاه يعني جزء كده من السمين او الليه. لازم كل حاجه يخش فيها سمين. السمين ده روح الاكل اصلا، هو اللي بيدي تيست لكل حاجه. انا كل المميز عندي برضو هو شغل السمين وشغل الدهن وشغل الكلام ده كله. تمام يا جماعه ما شاء الله. عايزين بس نعتذر للناس على حكايه الاوردرات الغلط واطباق السلطه اللي اتقطعت غلط، لان كنت لسه ببني شغل وكنت واقف لوحدي فلسه الرجاله متوفره معايا حاجه. باذن الله ظبطنا الشغل اللي كان مضايق الناس كلها، والدليفري باذن الله مجانا لمده اسبوع عشان الناس ما تزعلش مني. ما شاء الله الدليفري يا جماعه لمده اسبوع مجانا. مش عايزين حاجه اكتر من كده والله. ما شاء الله. واللي انتوا عايزينه تحت امركم باذن الله في جديد باذن الله. باذن الله. عايزين كده دايما كده تطور وفي جديد عندك يا استاذ محمد. بص يا ست الكل ده يا جماعه الكفته بعد ما استوى. الكفته بعد ما استوى. شايفين يا جماعه؟ هو ده. ما شاء الله. شايفين الكفته عامله ازاي؟ كفته مفرغه من جوه. وعندي تسويات فراخ للزبون برضه. زي ما انت معلش كده يا استاذ محمد بس. شايفين يا جماعه الكفته عامله ازاي؟ وعندي تسويات فراخ. الفرخه شويه ب 60 جنيه.
هي والكفته ان شاء الله. بتسوي هنا فراخ؟ ان شاء الله. يعني يجيب لك مثلا فرخه؟ مفيش مشاكل. خلاص مش وبتتبل كمان؟ مفيش مشاكل. انت عايزاها فرخه صحيحه وانا هتبلها لك، عايزاها شبكه عايزاها شيش تحت امرك. شايفين يا جماعه هنا بيشوي الفراخ، لو عايزينها تتبل بيتبلها لكم، وبرده الكفته بيعملها برده. ممكن لو انت مثلا عايز انت تعجن الكفته وهو يجي يشوي لك بشوي، اجي يا جماعه عايزينها تتشوي عايزينها تتبل وتتشوي برده، والاستاذ محمد هيعملها لكم ان شاء الله. كل الشباب ده يا جماعه شغال هنا. بعد اذنك بص على السمين ده، بعد اذنك كده بص كده، دي نسبة السمين فيه معقولة، اتفضلي تشوفي نسبة السمين فيه معقولة، عشان كده جوسي طرية. الكفتة مفرجة من عندك من هنا زي ما انت شايفة في قلب السيخ اهي. شايفين يا جماعة؟ انا بفضل الله بحاول اعمل اعلى منتج باقل سعر. احنا برضو كناش شقيانين، وانت عارفه لما كنا جينا في فرن صغير كنا احنا شقيانين، فمش عايزين نزعل حد مننا. هي دي الكفته بتاعتنا وده الشغل بتاعنا، بفضل الله مش هضحك على حد. ان شاء الله يا جماعه. ده الحوش بتاعنا برضو، كل حاجه عندنا هنا مجمده مش بلدي، عشان الناس اللي تفهم اللحمه عندنا هنا مجمده مش بلدي. شايفين يا جماعه وعنده ضميره بيقول البلدي يا ستي الكل له سعره. البلدي له سعره، كل اللحمه ب 450 جنيه، لما تدفع كيلو اقول لك بلدي يبقى انا كذاب. فعلا ايوه. الشغل ده مجمد بفضل الله، بس معمول بحب وكل اتقان ان شاء الله. ان شاء الله. شايفين يا جماعه هو بيقول هنا ما شاء الله، بيقول الصراحه يعني هو عنده ضمير. بيقول لك الكفته بفضل الله عز وجل هننزل هنا برضه باذن الله ان شاء الله قسم جزاره، بس على صغير على قدنا، واللي انتوا عايزينه تحت امركم. يعني انت هتفتح هنا قسم جزاره على خفيف برضه، يعني طلبات لحمه خفيفه اللي انتوا عايزينه تحت امركم. طبعا يا استاذ محمد احنا كده مصورين معاك الفيديو اللي فات، وطبعا انت قلت للناس، بس عايزين بقى ايه تعرف الناس برضه يعني انت ابتديت ازاي في الشغلانه ديت ولحد ما نجحت واتطورت بالشكل ده. اول حاجه والله فضل كرم من عند ربنا مش مني. هو كل الحكايه انا كنت واقف في فرن صغير هنا وربنا بدأ يجيب الرزق هي بتاعته. انما في حكايه ان انا اقف في محل واطور واعمل كل الكلام ده كله كانش في دماغي الصراحه. هو انا وقفت في فرن هنا وربنا كرم لوحدي. يعني كنت انا حتى مش حاطط في دماغي ان انا اطول، كنت حاطط في دماغي سفر والله. بقول سبحان الله ربنا بعت الرزق الواحد من دون اسباب. ان شاء الله. بس الناس عايزه بس تتقي الله عز وجل في كل حاجه، تتقي الله في دينها وترجع لصلاتها. اهم حاجه بس الناس تصلي تدعي ربنا كتير، واهم حاجه الصلاه. الصلاه هي ده كل نجاح. القرب من ربنا يا جماعه فعلا سبب من اسباب النجاح. لا هي كل النجاح مش سبب، هي كل النجاح. فعلا معاك حق. الصلاه هي كل النجاح، الصلاه هي عماد الدين وهي عماد الدنيا وهي كل حاجه. ربنا يا رب كده يصلح حالك. ربنا يجعلنا بس مقيمين الصلاه ويقدرنا بس ونعدي الدنيا دي منها على خير. امين يا رب. امين امين امين. ربنا يصلح حالك يا رب، ووسع رزقك كده دايما ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله في تطور، باذن الله في نجاح، باذن الله بفضل الله عز وجل. زي ما قلت للناس انا والله ما فكرت في مطعم ولا كلام من ده، زي ما انتوا كنتوا شايفيني انا واقف بفرن صغير وربنا اللي كرم من وحده، والحمد لله معايا شريك هنا في المحل هو اللي وقفنا، هو اللي عمل لنا الشغل ده، وباذن الله ينزل يقف معانا باذن الله. لو انت عشان عندك ضمير في الحاجه فربنا بيكرمك. الله يبارك لك يا ست الكل ده بجد والله. ده من ذوقك والله. الله يخليك. ربنا استحلال ومجيتك دي على دماغنا ان شاء الله. الاستاذه مش حاسه في السماء. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ده محمد اخويا حبيبي عبد البركه اللي عامل له احلى دعايه بقى. الله يبارك لك. والله يا جماعه محمد اخويا ده جايه بالصدفه. راجل محترم وبس ما شاء الله عليه وفي حاجه اللي بامانه يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يصلح حاله ورب يكرمه ان شاء الله. يعني انت يا محمد يا اخويا بتاخد هنا من الحواوش ايه رايك فيه؟ لا انا عايز بصراحه تصوري الشغل برضه؟ ماشي انا جاي اصور اهو. لا هو راجل محترم والشغل بتاعه تمام 100 100. ان شاء الله. لا والله بجد الناس كلها بتشكر في الشغل بتاعه، وزي ما انتم شايفين هنا كده يا جماعه ما شاء الله، عشان الشغل بتاعه مخدوم بضمير، والحواوشي بتاعه ما شاء الله المحل بتاعه كبر واتطور. ربنا يا رب يكرمه ووسع رزقه. شايفين يا جماعه المكان اهو. صور لسه مصور. ادي يا جماعه العيش اللي هم بيشتغلوا بيه 10 راجل ما شاء الله. وانا بقى الشباب اللي شغالين ايه يا جماعه.
المعلم حماده بالفريق، ده المعلم بتاعنا كله. ما شاء الله، ربنا يوسع رزقك يا رب. عايزينك بقى يا استاذ محمد كده نختم الحلقه بتاعتنا ونقول كده كلمتين ايه للشباب اللي مش لاقيين شغل. لا مش والله صلي على النبي. السلام. حبيبي حبيبي الله يبارك لك، الله يبارك لك يا رب العالمين. حبيبي يا صاحبي، تسلم يا حبيبي، تسلم. بص يا استاذ حنان، انا ماشي في مبدأ في حياتي الاخرة خير وافضل. يعني كل اللي احنا في الدنيا ده كل ده ازاي واحنا هنقابل رب كريم، بس عايز الشاب من اليومين دول بس يهتم بصلاته ويعتمد ويتوكل على الله وياخد بالاسباب، وباذن الله ربنا يكرمه. انا واحد من الشباب بحكي عن نفسي، يعني كنت شغال عند الناس بالاجره وباليوميه، كنت راضي اي حاجه بتجيلي برضى عليها، ما اتكلمش عمري ما اتكلمت مع حد. بس الحمد لله ربنا كرم زي ما قلت لك بالفرن الصغير وكده، ما بتكلمش حتى الزبائن كانت بتجيلي ما كنتش بتحرج، كنت بتحرج اخد منها الفلوس. فسبحان الله يعني هو ربنا كرم واحده واحده كده، والحمد لله بفضل الله عز وجل ربنا ماشي الامور. انا ربنا كل حاجه في حياتي، ربنا هو اللي بيدير لي اموري، ربنا هو اللي بيرتب لي اموري ان شاء الله. فانا ما ينفعش ابعد عن ربنا. وبقول للشباب كلهم ما تبعدوش عن ربنا باذن الله عز وجل، طالما ربنا في حياتك عمرك ما حدا هتتاخر، لان كلنا لله وكلنا رايحين لله. شكرا والله على مجيتك وتحت امرك في اي وقت. الله يخليك، الله يبارك فيك. ربنا كده يجعله وقت السعادة عليك وفتحة خير للتقدم دايما باذن الله باذن الله. ماشي، جزاك السلام الله عليكم. خير يا استاذ حنان. الله يخليك. ومنوره والله سماح. شرفتينا والله بجد، والله شرفتينا بجد. ماشي، الله شكرا يخليك. استاذ من عبد الله يخليك. حبيبي الله يبارك فيك. هنا يا جماعه المحل زي ما قلت لكم عند جمعيه الشبان جنب مدرسه الاعدادي من عن طريق المحطه. الشراء يا جماعه ما شاء الله المحل ما يتوقفش. طبعا بقى يا جماعه احنا جينا من المحل وقلنا بقى ندوق ايه الكباب والحواوشي بتاعه. ما شاء الله شايفين يا جماعه سندوتش الكفته قد ايه. هنفتح بقى كده مع بعض ونشوف اخباره ايه والطعم بتاعه عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. كانت الريحه هناك اصلا تجنن بجد يعني والله يا جماعه. انا هقول ايه رايي بضمير، كان فعلا الكفته بتاعته ما شاء الله مخدومه كويس ولا لا. شايفين؟ حبيت كده افتح سندوتش الكفته قدامكم علشان ايه اقول لكم رايي فيه ايه. يلعب بدأت المباراة قليلا ان شاء الله الهدوء الذي ياتي قبل العاصفة. لا بجد والله الذي ياتي قبل العاصفة. انا بس الاول ما بلع. المواجهة كرة للامام تقديم جولة في الجهة اليسرى. لا والله العظيم بجد يا جماعه طعمه جميل جدا والله العظيم فعلا مخدوم كويس جدا جدا. الكفته مستويه وجوسي جدا وطريه جدا ما شاء الله. حتى كمان البهارات بتاعتها طعمها باين قوي في الكفته ما شاء الله، طعمها جميل جدا. شايفين يا جماعه فرقه من جوه ازاي ما شاء الله، واسعاره جميله جدا جدا جدا. فايت بقى كده نشجع الشباب بتوعنا كده ونروح نشتري من عندهم. يلا شايفين يا جماعه الحواوشي بعيش رده ما شاء الله من جوه اهو. شايفين اللحم من جوه عامله ازاي ما شاء الله مليان. وطعمه بقى ايه عندهم برضو كده ايه مع بعض كده طعمه. ما شاء الله. لا بجد والله العظيم يعني من حلاوه طعمه عايزه اكله كله وانا واقفه. لا ما شاء الله تحفه 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 يا جماعه. لو عجبكم بقى فيديو النهارده واستفدتوا منه شجعوني كده باللايك واشتراك في القناه وشير الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. السلام عليكم. السلام عليكم.